لو عندك شيتين فيهم بيانات عملاء او بيانات موظفين ومحتاجين نعرف ايه البيانات اللي موجودة في شيت واحد مش موجودة في شيت اتنين والعكس، وبنعمل ده بشكل يدوي او مانوال، وقف ده فورا وتعالى اقولك على اسهل طريقة تطلع بيها الفرق وكمان يطلع في شيت منفصل باسهل طريقة ممكنة. البيانات الموجودة معانا الداتا في شيت واحد والداتا في شيت اتنين، وده شيت اللي هيطلع الفرق. هنعمل ده ازاي؟ هنستخدم دالة فلتر. هنقول له فلتر الاري بتاعي هيبقى الداتا اللي موجودة في شيت رقم واحد، وأقول له كوما دالة نوت، بعد كده دالة كاونت اف عشان تعدلي البيانات اللي موجودة في شيت اتنين. الرينج بتاعي البيانات اللي محتاجه يقارن بيها اللي هو هنا في شيت اتنين أو في داتا اتنين. الكرايتيريا بتاعتي اللي عايز يقارن بيها الداتا واحد تاني. نقفل القوس بتاع كاونت اف، نقفل القوس بتاع نوت، نقفل القوس بتاع دالة فلتر، نقول له انتر، وبكده يكون جاب لي البيانات اللي موجودة في شيت واحد ومش موجودة في شيت اتنين. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل فولو لايك عشان يوصلك كل جديد.